أحبابنا المستمعين، أهلا وسهلا بيكم في ثالث حلقات برنامجكم 30 يوم سعادة، ومعاكم أحمد البنداري. وعنوان حلقتنا النهاردة أمال فين سبحتك يا معلم. أهلا مرحبا رمضان. ورجعنا لكم تاني. أكيد كتير مننا شافوا فيلم رصيف نمرة 5 والمشهد الشهير بين فريد شوقي وزكي رستم في الجامع، لما فريد شوقي استنى زكي رستم يخلص الصلاة وسأله أمال فين سبحتك يا معلم. السؤال الاستنكاري ده كان وراه قصة كبيرة قوي، قصة راجل مواظب على الصلاة في المسجد والسبحة في ايده طول الوقت، وفي الآخر طلع تاجر مخدرات وقاتل كمان، وكان بيستخدم كل ده ستار لأعماله الإجرامية. ظاهرة التدين الشكلي ظاهرة موجودة في حياتنا، وللأسف الشديد كتير بيستغلوها استغلال سيء جدا. في نماذج كتير مرت في حياتنا، شركات توظيف الأموال اللي استغلت الناس وكسبت من وراهم ملايين، وكمان عندك بعض الدعاة على الفضائيات أصحاب التوجهات الخبيثة. وأخيرا شفنا حادثة بشعة بمعنى الكلمة، مدرس الفيزياء اللي قتل الطالب بتاعه في الدقهلية. عارفين بقى المدرس ده كان خسر فلوسه في المراهنات، وتخيلوا بقى ان المدرس بعد الحادثة مباشرة نزل دعاء بالرحمة على صفحته على الفيسبوك للطالب اللي قتله، ولو دخلتوا على صفحته هتلاقوها كلها مليانة بوستات دينية، برضه ستار علشان يبعد الشبهة عنه. حاجة تحزن بجد. عزيزي المستمع الكريم، الحقيقة بقى إن ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا على نوايانا، مش على الظاهر اللي بنبينه للناس من حوالينا. حتى في مقولة شهيرة قوي بنسمعها، ربنا رب قلوب. كلنا بنغلط وبنجاهد نفسنا، كلنا مليانين عيوب، ومفيش حد أبدا معصوم من الخطأ، بس همنا الأول والأخير إن ربنا يكون راضي علينا، مش همنا إن الناس هم اللي يكونوا راضيين علينا. الناس للأسف استغلت الدين استغلال سيء، والدين في جوهره راقي وعظيم. الدين اللي بيقول لنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية دي مكانها القلب وبس، النية دي بيننا وبين ربنا وبس، مش اللي احنا بنبينه قدام الناس. وفي آية في القرآن الكريم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نياتكم ترزقون، صدق الله العظيم. وفي كمان مقولة بتقول على قدر النوايا تأتي العطايا. تخيلوا بقى معايا كده ان ربنا بيرزقنا على قد نوايانا. لو نوايانا صالحة هنلاقي كل الخير في حياتنا كلها، والعكس صحيح لو نوايانا سيئة أو خبيثة. احنا ماشيين في حياتنا بستر ربنا علينا، وبندعي دايما ان ربنا يكرمنا في حياتنا، وفي النهاية هي دعوة مننا لعدم استغلال الدين استغلال سيء، وفي نفس الوقت التأكيد على ان الدين في حقيقته راقي وعظيم. الدين منهج حياة، لو التزمنا بيه صح هيكون هو الطريق للسعادة وراحة البال. وفي النهاية بشكركم على حسن استماعكم، واكتبوا لي في التعليقات تجربتكم مع التدين الشكلي. وبشكر أستاذ محمد خضر اللي كتب الحلقة دي، واستنونا الخميس الجاي إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم 30 يوم سعادة. وكان معاكم أحمد البنداري.